السلام عليكم، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. قبل ما نبدأ الوصفة صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصفة اللي راح نبارطاجيها معكم اليوم هي كيكة ال5 ملاعق. كيكة بزاف سهلة وبنينة، فيها طبقتين، كل طبقة تجي بنينة على الأخرى. إذا ما نطولش عليكم، نروح مباشرة لطريقة التحضير وفرجة ممتعة. جبت هنايا حبتين من البيض، ومن المستحسن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. زدت عليهم قرصة من الملح لتحسين الذوق، وهنايا زدت عليهم 5 ملاعق من سكر حبيبات. إذا كانوا حبات البيض تاعكم صغار بزاف ديروا 3. نخلط المكونات جيدا حتى يولي الخليط تاعي ابيض، ومن بعد هنايا نضيفو 5 ملاعق من الزيت. نخلطو نزيدو نضيفو 5 ملاعق من الحليب. ونزيدو مغرفة صغيرة تاع لافاني. هنايا نبداو نضيفو في النواشف. عندي 5 ملاعق من الفرينة، من المستحسن تغربلوها قبل. نزيد لها هنايا 3 ملاعق من الكاكاو، ما ديروش 5، ديروا 3 برك. ونزيدو هنايا مغرف صغيرة من خميرة الحلويات، ديروها بومبي شوية. فوالا كما راكم تشوفون نخلطوا قاع المكونات تاعنا. من بعد هنا نكونوا ديجا شعلنا الفور على 180 درجة. نحط الخليط تاعي في مول اللي كنت دهنته بالفرينة والزيت. من المستحسن يكون عندكم المول صغير ماشي كبير. هنايا بعد ما طبت لي الكيكه تاعي رحت نشرب فيها بربع كاس من الزيت وساشيه نسكافيه. هنايا ثقبوا الكيكه تاعكم من بعد شربوها. ونروحوا للطبقه الثانيه، فيها نصف لتر من الحليب. نزيدو نضيفوا 3 ملاعق من النشاء، ونضيفوا ملعقه كبيره من لافاني. اذا كانت عندكم ليكيد ديروا ليكيد. نخلطوا كلش بارد في بارد ونحطوه على جنب. هنايا نجي ندير نخدم الكراميل. عندي كاس الا ربع من السكر، نديرو على نار تكون قليله. كي يذوب لي هذاك السكر نضيف له ملعقه من الزبده. نبداو نذوبوا في هذيك الزبده مليح ونحركو بسرعه باش ما يتحرقناش هذاك السكر. ومن بعد نضيفوا بطا كريم ديسير. هذه لا كريم ديسير تزيد لها واحد البنه هايله. كي ولينا الخليط هكا نحوه على جنب، ونروح نجيبو هذاك الحليب اللي فيه النشاء نديروه على نار تكون متوسطه، ونبداو نضيفو في هذيك لا كراميل اللي خدمناها ونحركو بسرعه. كي يبدا يثقل لكم الخليط نحوه. وهنايا كاضافه زدت لها شويه شيكولا. من بعد نرفدو هذيك الكيكه ونصبوا عليها هذا الخليط. نحطوا الكيكه تاعنا في الفريجيدر تبرد وتشد روحها شويه. ونروحوا للطبقه الثالثه. كنت ذوبت فيها 100 غرام من الشوكولا. زدت لها 2 ملاعق من الحليب. بداو ضيفوا بالملعقه، واذا شتوها هكا راهي ما خسرت لكمش، كملوا حركوا حتى تولي بهذا القوام. ما ديروهاش سائله بزاف وما تخليوهاش يابسه. هنايا بعد ما شدت لي هذيك الطبقه الثانيه روحها شويه، رحت ضفت لها هذاك القناج تاع الشيكولا من الفوق.
وهنا التزيين يبقى اختياري. أنا هنايا حبيت ندير لها النكري، بديت نرش لها يعني النكري من الفوق، بصح لا فيديو ما تريجستراتليش الله غالب. وهنايا هزيت نديمو ليها بعد ربع سوايع، اعطيوها حقها باش تبرد يا البنات. شوفوا لي هنايا بعد ما ديموليتها شحال جات شابه. وكتزيين اختياري هنايا كان عندي شوي شيكولا كنت ربيتها وزينتها هكا من الفوق. وتقدروا ديروها ثاني على الحواف تاعها، ولا تقدروا تخلوها هكا طبقات تاعها باينين. شوفوها كيفاش جات هايله، الشكل تاعها يشهي وكل طبقه بنينه على الاخرى. نتمنىكم تجربوا هذا الوصفة، لأنه على بالي باللي راح كامل تعجبكم، سورتو عشاق الشوكولاتة. وصفة تستحق التجربة. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفة أخرى. سلام.